المباريات خلاص ما حد بيعدي منك؟ مستحيل. كيف روح كيف روح كيف روح؟ ايوه ايوه وتروح عنه واروح عنه. روح عنه. كيف يسوي ميسي؟ كذا اسوي. ايوه. كيف يسوي كريستيانو؟ تعالوا شاركونا في أكاديمية الزعيم. الزعيم من وين؟ فريق وين؟ فريق الهلال رياضة. شكرا لأكاديمية الزعيم. شكرا لأكاديمية الزعيم. قال لأكاديمية الزعيم. شكرا لأكاديمية الزعيم. نعم الزعيم الهلالي، وهي أكاديمية الزعيم الهلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اعتقدت يوما أنك اكتفيت بالنجاح فأنت تقف في مكان خاطئ، وابحث عن المزيد. صدى المضمار يتواجد لتغطية أكاديمية الزعيم التابعة لفريق الهلال الرياضي، فخليكم معنا. الفاضل سعيد بن أحمد الراشدي، رئيس لفريق الهلال وأيضا مؤسس لأكاديمية الزعيم. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم يا اخوي كابتن سمير في بيتكم الثاني في معقل الزعيم لفريق الهلال السمايلي. فأيضا يمكن تحدثنا عن فكرة هذه الأكاديمية ومتى بدأت هذه الأكاديمية؟ والله الفكره كانت من سنين، يعني هي كانت موجوده، يعني ومفترض يعني فريق الهلال يعني كان ياسس هذه الاكاديميه، بس يقال ان تصل متاخرا خير لا تصل. صحيح. فالحمد لله قدرنا بفضل الله تعالى ناسس هذه الاكاديميه، وكانت بدايه 9، والحمد لله الامور مثل ما شايف حضور وعدد يعني مناسب. زين، ما هو هدف هذه الأكاديمية؟ الهدف هو راح يكون ان شاء الله باذن الله تعالى هو مثل ما تقول يعني رافد للفريق الهلال، وايضا اكتشاف المواهب في سن مبكر، ونشر تعليم الناشئه اساسيات كره القدم. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق باذن الله تعالى. بكل الأمانة نمشي وخطوتنا لأجلك سوية، جمهورك المخلص بحبك لسانة يعزف لأبطالك لحونا شجية. جيناك يا الغلال بكل الأمانة نمشي وخطوتنا لأجلك سوية، جمهورك المخلص بحبك لسانة يعزف لأبطالك لحونا شجية. جيناك يا الولاد كل الأمانة نمشي خطوتنا لك سوية، جمهورك المخلص. وهنا يستمر النجاح والعطاء في أكاديمية الزعيم. طبعا تضم 3 فئات من 2009 إلى 2011، من 2011 إلى 2012، وأيضا الفئة الثالثة من 2013 إلى 2016. من اسمك؟ جواد المامون الرواحي. والنعم فيك. فين تلعب؟ هين مركزك في الملعب؟ هجوم. هجوم، ما شاء الله عليك. تجيب أهداف؟ ايه. قبل تكبر كم أنت تبغى تكون؟ مبابي. الأسود بن فتاح رواحي. والنعم فيك. وين مركزك في اللعب؟ وين؟ وسط. وسط، ما شاء الله عليك. لعبت قبل مكان؟ ايوه. لعبت مباريات؟ ايوه. لي امام صالح عبد الله الرواحي. فين تلعب؟ العب وسط. وسط. ابوك يلعب كورة؟ ايوه يلعب مدافع. كنان بن سيف بن سليمان الراشدي. كلمنا عن الأكاديمية، كيف الأكاديمية؟ زين. زينة؟ مو تعلمت من خلال التدريب؟ مدرب تعليم اساسيات كرة القدم. اساسيات كرة. وين تلعب؟ مركز دفاع. مركز دفاع. تعرف خلاص اساسيات الدفاع ويش؟ ها؟ في المباريات خلاص ما حد بيعدي منك؟ مستحيل. مستحيل. حديدة عاقبنا، خليك حطب. المدرب لأكاديمية الزعيم مجدي رواحي، اهلا وسهلا فيك. حياك الله الاخ سمير. طبعا اول شيء نشكركم على هذه الجهود المبذوله بالتدريب. طبعا ما يقارب 60 لاعب في الأكاديمية، فهل كان في صعوبة أثناء التدريب؟ أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مشكورين وجزاكم الله خير على هذه التغطية، وهذا ندل على حرصكم وتغطية المناشط الرياضية والاجتماعية. طبعا ما في عمل ما يوجد فيه صعوبة في البداية. طبعا هي في الصعوبة في العدد. تعرف أنت لازم يعني أن هذا فئات سنية صغيرة، فلازم أنها تعطي الاهتمام الكبير يعني لهذه الفئة. يعني أنت كلامك محسوب عليك وأفعالك محسوبة عليك، لأنك أنت راح تكون قدوة لهذه اللاعبين في المستقبل.
واحنا هدفنا ان نقيمهم ويكونوا يسلكوا للطريق المستقيم يعني، والهدف ما انه بس فقط رياضي، يعني اهداف يعني ساميه منها سلوكهم في المجتمع. وايضا احنا جذبنا هذه الفئه عشان يمكن البعض الحين يستخدم الاجهزه الالكترونيه وهذا يعني كما تقول الملعب بيكون متنفس لهم، وان شاء الله راح يكونوا صالحين يعني لهذا البلد والفريق ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق. امين امين ان شاء الله. مشكور جزاك الله خير. احسن. سليمان بن ناصر من سليمان بن ناصر. الناصر. مو قبيلتك؟ رواحي. الرواحي. كيف الاكاديميه؟ زينة وتعلم منها واجد فوائد. مو علمك المدرب؟ علمني كيف أشوت الكرة في الجول صح، علمني كيف أراوغ، يا سلام. علمني كيف أقدر أصد الكرة بسهولة. يزن بن سالم بن سلام الرواحي. والنعم فيك. وش عندك من مهارات؟ عدة مهارات. زين خلينا نشوف يلا. ما شاء الله. كم عمرك؟ 12. 12. ايوه. وين مركزك؟ وسط. وسط. ان شاء الله بعدين اباك مره. ان شاء الله. شد حيلك بس. ان شاء الله. رقص لي مره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وايضا كذلك معنا المدرب فؤاد نايف الرواح، مدرب لاكاديميه الزعيم. اهلا وسهلا فيك. حياكم الله وتشريف تكونوا معنا في هذا الملعب الجميل. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير على الوصول هنا وبارك الله فيكم. انتم دائما ما شاء الله عليكم شغالين في كل مكان، الله يعطيكم الصحه والعافيه. بارك الله طبعا انا من خلال نظرتي انك انت تدرب اعتقد اصغر فئات. هي نعم. كيف تركيزهم كان؟ والله وش اقول لكم، يعني هذا شويه الفئه هذه متعبه كثير، ولكن احنا خلاص تعودنا عليها. يعني انا اشتغلت مع كواتشه مثل محمود غطريفي، عادل الخليلي، ومسمى الله يذكره بالخير بعد ناس يعني ما شاء الله عليهم. في كوت سامي نفس الشيء، يعني في أكاديمية الأبطال، والحمد لله تعلمت من عندهم أشياء كثيرة. فنفس الشيء رحت زرت شو اسمه أكاديمية الحبسي، نفس الشيء حسن المظفر هناك كان موجود والكابتن فارس. ما شاء الله عليك. نعم. ومع نفس الشيء خبر هي ناخذ من عندهم، وجزاهم الله خير عم متواصلين معاهم ويعطونا نفس الشيء، احنا نتعلم منهم هذول، يعني نتعلم نستفيد منهم. فالحمد لله رب العالمين. فلازم دائما هذول الفئه دائما يكون فيها واحد بارض فيه، يعني هذه الفئه تعرف انت وحدك سواء في البيت في المدرسه، اللي ساكت اللي مثلا متاقلم انه يسوي فوضى، انه هنا احنا نعلمهم اشياء نغير لهم جوهم عن جو البيت عن جو المدرسه، ونعلمهم اشياء يمكن هم ما يتعلموها هناك، احنا نعلمهم. هذا واجب علينا وكذا. بارك الله فيك ونتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق مع هذا الفئه. امين ان شاء الله. امين وياكم جميعا ان شاء الله، وبالتوفيق لصدى المضمار. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. مروان رواحي الاداري لاكاديميه الزعيم، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا اخي سمير، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، تشرفنا بوجودكم معنا في الفريق. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طبعا من خلال متابعتك لهذه الاكاديميه ما هو انطباعك؟ صراحه يعني انطباع جيد جدا ولله الحمد، لانه يعني الاداره ساعدت انه تجمع اللاعبين الاشبال في مكان واحد بعد ما كانوا متفرقين، حد يلعب خلف المرمى حد يلعب داخل المرمى، والفريق الاول ايضا. فارتأت الاداره انه تجمع جميع الاشبال في يعني منظومه واحده، وتحت مدربين يعني ذوي خبره في اكاديميات اخرى، وبعضهم دربوا يعني فرق يعني في ولايه ازكي وفي ولايه سمايل. ما شاء الله. نعم. اتمنى ان شاء الله يكون موجود بعد ان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب ان شاء الله. يلا موفق. جزاك الله خير اخي زميل. مامون الرواحي كان سابقا مدير لفريق الهلال، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا كابتن سمير، يعطيك العافيه كابتن. حياك الله. احد اولادك هنا موجودين؟ موجود ولدي جواد. كيف تشوفه معنوياته بعد ما معنوياته عاليه، ودائما هو يحب يعني يشارك، ويحب انه يكون في الاكاديميه، ويحب انه يطور من نفسه. يعني وين مركز الحين حاليا؟ هو يقول يريد يلعب مهاجم. ايوه بيطلع احسن عن ابوه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك، عساكم الطياب وبخير. عرفني نفسك. الاسم صالح عبد الله الرواحي. ولدك هنا؟ اي نعم، عندي اولاد اثنين. هنا ما شاء الله. اي نعم، جهاد واليمان. كيف تحسهم موجود في الاكاديميه؟ الحمد لله الاكاديميه طيبه، وكنا نتمناها من فتره طويله، ولكن بسبب ظروفهم هم، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني اهتموا الشباب وبدوا في الاكاديميه، لو كنا نتمناها من فتره طويله جدا، ولكن الحمد لله. ونتمنى من الجميع انه يسجلوا ابنائه في هذه الاكاديميه. هي في النهايه استثمار،
ونفس الشيء تعلم الولد يعني الاحتكاك مع ربعه وتنمية مواهب كثيرة يعني فيها مثل الرياضة، تقوية شخصية وأشياء كثيرة يعني. والحمد لله الحمد لله. يلا موفقين إن شاء الله. جميعا إن شاء الله جميعا آمين. بارك الله فيك أحسن، جزاكم الله خير. فريق الهلال الرياضي من أقوى الفرق في ولاية سمايل، وكما تلاحظون يكفيكم ذبتوا شال للنوم. وهذا أيضا بعض الإنجازات كالقاب والكؤوس لفريق الهلال. لأبطالك لحونا شجية جيلك يا الهلال كل أمانة نمشي خطوتنا لك سوية جمهورك المخلص بحبك للسنة يعزف لأبطالك لحونا شجية. وفي الختام انتهت تغطيتنا لأكاديمية الزعيم التابع لفريق الهلال الرياضي. شكرا لكم.